عبد الراس وجعباوي هنيال العاشر جعباوي. وطواضي ومع عيني ومحمد ومقتدر غالي هذول اعجاز بينات من عباس. احنا اللي عمله الله سبحانه وتعالى ردك الافضال اللي بيهم متفضل الفضل الاول والعوامل خاصه. وهذا جهودك انت كل العشاء بس عندك خاصيه كشعب خاص. الله شاكر على راسي وانا شرف بيك خاصه انا ما عندي بين واحد انت والناس مميزين. الاصلاح ذاك من هاي العالم هاي الامور وتمشون مش صحيح. ما ادري عمام الحمد لله يصلحون الوادي ويا هاي الله موصل. شهاده نعتز بها. قاسم حبيبي شهاده نعتز بها من جنابك المحترم الطيب. الله يهديك الله يبارك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذا اليوم كنا في زيارة الشيخ عباس الساعدي آل الشام. الله شاهد لا مجاملة ولا مبالغة. احنا اخوته شعب، احنا خوارج شعب. بالخصوص آل حاجي وبالخصوص احنا بيتنا بيت عبد العباس. الله شاهد ان شاء الله ما يحتاجنا بس بالخير. احنا متوعدين ومن كلام اخوي وشيخي شيخ محمد ابن عبد العباس قال شيخ عباس اي شيء يصير بخصوص يم بيتنا يم بيت عبد العباس بالتليفون اوقعه ولا يهون اخوي المقتدى بيت حسن بيت لودي هم كذلك. هذا الكلام لاخوتنا سواعد آل الشام كل السواعد. احنا هذا الشخص الشيخ عباس الله شاهد بالتليفون اكثر القضايا يقول لا تجون. الله شاهد وحتى لو نجي نشوف الملقى ونشوف الكلام الطيب ونشوف التقدير والكلام. اروح الحسين قلت له معلم شوف هو على على شاهد ان شاء الله شارك عاد شاهد وانت موجود ان شاء الله تعالوا مكانك موجود. وهذا قدرت الشيخ قاسم محمد تمام قدرت انت واخوي المكلم. الله ان شاء الله ما يوصلنا يحافظ على قوتنا وعلى كرامنا ومشكور على هذا الكلام منك ومن هذا يستاهل هذا الكلام. حقيقه معزه قلبي الله شاهد بركه عباس انسان راقي وكل جاويد شعب يحترمونا ويردون خاطرنا. ما في اماره شعب يردون خاطرنا ويحترمونا ونفسهم ويانا ونقعد يوقعونا للديوان. واحنا ان شاء الله ما يحتاج لنا توضيح اخواتكم احنا تدرون هذا الطبيعي في الروضه السواحليه. الله يحسن